يا ترى ايه احسن استثمار يحمي مستقبلك ويخلي فلوسك ما تضيعش؟ ذهب ولا عقارات ولا شهادات بنكية؟ بس يا ترى ايه الصح وايه اللي يناسبك انت؟ تابع معانا علشان تعرف ايه انسب استثمار ليك وقت الازمات، وازاي تحافظ على قيمة فلوسك حتى لو الدنيا كلها اتشقلبت. كل شوية نسمع عن ازمة جديدة، اسعار بتغلى، دولار بيزيد، ذهب بيطير، والناس واقفة مش عارفة تعمل ايه. عشان كده كلنا دلوقتي بنسأل نفس السؤال: ايه احسن استثمار تأمن بيه مستقبلك وقت الازمات علشان فلوسك قيمتها ما تقلش؟ والحقيقة ان في اكتر من حاجة تستثمر فيها فلوسك، زي الذهب او العقارات او الشهادات البنكية. بس يا ترى ايه احسن استثمار فيهم، ومين يقدر يحافظ على قيمة فلوسك؟ علي الإدريسي الخبير الاقتصادي قال مفيش حل واحد ينفع لكل الناس، كل واحد على حسب ظروفه، يعني معاك قد ايه ومستعد تستثمر لحد معاه قد ايه. لكن عموما الذهب دايما في المقدمة، وده لان العالم كله حتى البنوك الكبيرة بقت تشتري ذهب بكميات ضخمة. يعني لما تشتري ذهب كأنك بتحط فلوسك في خزنة صعبة حد يفتحها. سواء بقى اشتريت سبيكة كبيرة او حتى جرامين ذهب هتلاقي لهم قيمة بعد كده. ده حتى ناس كتير بدأت تستثمر فيها الفضة، خصوصا ان سعرها بيزيد في الازمات، لكن طبعا مش بنفس قوة الذهب. لكن لو معاك مبلغ صغير ومش قادر تجيب ذهب، الفضة ممكن تكون بديل كويس. نيجي بقى للعقارات اللي كانت في مصر وسيلة امان، بس مش اي عقار، لازم يكون في مكان كويس وليه قيمة بعد كده. يعني ما تشتريش شقة في حتة مش معروفة وتقول دي استثمار. اما الشهادات البنكية فناس كتير بتروح للبنوك وتربط فلوسها في شهادات بعائد ثابت، بس خلي بالك من حاجة: لو البنك بيديك 20% فوائد وتضخم في البلد 30%، يبقى انت كأنك بتخسر 10% وانت مش واخد بالك. يعني انت بتكسب رقم على الورق، بس في الحقيقة قدرتك على الشراء اقل علشان التضخم بيزيد بشكل اسرع. وعلى فكرة البورصة فيها فرص ممكن تكسب جامد منها، بس في نفس الوقت فيها مخاطرة، وممكن تخسر كل حاجة لو مش فاهم فيها او درسها، لانها محتاجة متابعة ومعلومات. يعني ما تلعبش فيها لو مش مستعد. من الاخر، لو معاك مبلغ وعايز امان، اشتري ذهب او فضة، او حط فلوسك في عقار كويس. ولو بتحب العائد الثابت ومش حابب تغامر، شهادة بنكية ممكن تمشي، بس ما تتوقعش منها مكسب كبير. ودلوقتي قول لنا ايه احسن استثمار لفلوسك؟ شاركنا بتعليقك.